السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيان وكلشي هذاك. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله البنات كيف ما شفتوا اليوم غادي نشارك معكم واحد البرودوي. وقبل ما نشارك معكم ولا نهضر لكم عليه خايب ولا زوين ولا لاش كيصلح، ملي تشوفوه البنات اي وحده شافتو ولا اي وحده كانت مجربه كنتمنى انها تدخل التعليق وتخلي غير تعليق باش تاكد الهضره اللي غادي نقول لكم، باش حتى نتوما عارفين انه انا ما كنجي وكنقول لكم مثلا الحاجه زوينه ولا خايبه الا كنكون مجربه، سواء كان جربها قدامكم يعني مباشره كتشوفوا النتيجه. الا كان شي يعني شي وصفه يعني كان يعني شي وصفه انا اللي غنخلطها ولا مثلا غنوجدها قدامكم كنجربها قدامكم البنات في وجهي. الا ما كانش كان غير شي منتوج بحال هكا يعني كنستعملو عاد كنجي كنقول لكم زوين ولا خايب. البنات اللي هاد البرودوي هذا اللي غنوريكم اللي مثلا كيف ما شفتوا تكونوا شفتوا في العنوان، اللي مجربات خلي تعليق البنات وتقول لنا التجربه ديالو جايبتها معاه. ويعني انا غادي ناكد لكم هاد الهضره هادي ملي تستعملوا البنات، انا كناكد لكم انه هذا المنتوج هذا وحق الله البنات الا بلا ما نحلف لكم الى استعمال ديالو من اول استعمال. اول ما غتستعمليه غتبان لك النتيجه داك الساعه، والله البنات اللي غتبان لكم النتيجه ديالكم زعما النتيجه غتبان لكم هذيك الساعه، خصوصا اللي الوجه ديالها ناشف لاقصى درجه. المهم بالنسبه للبنات لهذا المنتوج هذا اللي هو بيبونتيل، هذا البوماد البنات اول حاجه هو بوماد. هذا كاين فيها البنات الغوز وكاين الشيبي، غتلقاو جوج. كاين البنات بيبونتين لي بوماد وكاين يعني بوماد وكاين الموهام. هذا البنات بوماد هو اللي استعملت انا. بالنسبه للبنات لهذاك الموهام يمكن لكم تستعملوه، ولكن انا ما كنمشي لكم ما استعملتوش، ما عنديش عليه فكره واش حتى هو يعني نفس يعني نفس غيعطي نفس النتيجه ولا لا. المهم انا اللي استعملت هذا وريته لكم. هذا البنات هي الثانيه اللي كنستعمل، استعملت الاولى وسالات واستعملت الثانيه ها هي، ولكن غنقول لكم وقتاش تستعملوها، يعني ماشي في اي وقيته كتجيو وكتستعملوا هذا البوماد هذا. بالنسبه للبرودوي البنات بيبونتين هي واحد الكريم اللي هو بوماد كيف ما قلت لكم اللي خالي 100% من المواد الحافظه، وقليل فين كتلقاي شي برودوي اللي سون كونسيرفاتور 100% البنات ما تلقايش بزاف. كتلقاي مثلا فيه خالي بنسبة 5% 3%، ولكن باش تلقايه هكا يعني انت عارفه غتحطي على وجهك يعني واحد المنتوج اللي ما فيش نهائيا مواد حافظه. هذه اول حاجه يعني غتضمني انك ما تخافيش منه. ثاني حاجه البنات هو اللي فيه بزاف ديال الفيتامينات. بالنسبه اللي كيقول لك انه واش يعني كيبيض، واش يعني غادي يخلي الوجه بيض، نهائيا. هذه يعني واخا انه فيه زيت فيتامين ديال اللوز، فيه فيتامين بي 5 اللي هو كيحيد الهيجان ديال البشره، وفيها البنات فيه الزيت ديال اللوز الحلو، وفيه الجليسين. حنا كنعرفوا الجليسين وزيت اللوز الحلو يعني كيبيضوا، ولكن البنات واخا فيه هاد المكونات هو ما كيبيضش نهائيا. يعني ما تسناش انك ملي غتحطيها على البشره ديالك غادي يبيضها لك، هو فقط البنات كيرطب البشره. انا كنقولها لكم وكنعاودها، هو ما كيبيضش ولكن فقط يعني البشره ديالك. والله البنات الا البشره ديالك الا كتقشى كتوصل بك لدرجه وحق لا الا انا جربته، لا انا جربته ماما جربته اختي، الا من اول استعمال غير كتحطي على الوجه ديالك كتحسي ان الوجه ديالك تاضغطا البنات، ما كيبقاش حتى فيه حتى شي جهه مثلا تقولي هاي كتبان لك داك القشيره ولا شي حاجه، نهائيا ما كيبانش. بزاف اللي كيخرج فيها الاشاعه لانه فقط كيصلح، فقط انه كيصلح هذيك الاحماء ولا بالنسبه للاهداف ديال يعني الطفل الصغير. ايه البنات حيت انه يعني ما تسمعوش زعما انه كيصلح مثلا كنديروا لي بيبي مثلا في يعني في لازون انتيم يعني صافي ما يمكنش نديروا الرجال ديالنا نهائيا البنات. يعني هو كيصلح داك لازون انتيم كيرطبها، يعني حيت هذيك المنطقه كتكون حساسه يعني كيرطبها. وكذلك البنات ملي كتحطي على البشره ديالك يعني الدواء اللي كيدير هو انه كيرطب فقط ما كيبيضش. شوفوا نتوما الا شي وحده كانت استعملاتو مع شي مكون واحد اخر وبيض ليها يمكن. المهم البنات بالنسبه للاستعمال ديالو هو ماشي استعمال يومي، انا كنصحكم البنات ما تستعملوش يومي. بيبونطين البنات كيصلح فقط انك دير البشره ديالك الا كانت جافه وماشي بشكل يومي، فقط مثلا تستعمليه شي 3 المرات ولا 2 مرات في السيمانه. غسلي الوجه ديالك مزيان
بصابون الحجره ولا صابون الغسول اليومي ديالك، واستعمليه ببونطين البنات. كيتستعمل في الليل في النهار، يعني تعرضي لاشعه الشمس ماشي مشكل، ما عنده حتى شي اشكال نهائيا. باش تعرفي البشره ديالك كتكون ناشفه، غتستعمليه في مثلا في هكا في الجهه ديال الانف ديالك، ولا مثلا في الجهه ديال تحت الفم ديالك. هذوك هما المنطقات اللي كيكونوا ناشفين بزاف، غيبان لك داك الساعه انه يعني داك المنطقه ما كتبقاش ناشفه نهائيا. كيستعمل البنات العاوتاني اللي مثلا فيه الجلد ديال الاوزه، حتى هو يمكن لك انك مثلا ملي كديري كوماج كدهنيه وكتستعمليه، حتى هو كيعطي المفعول ديالو الا تبعتيه. ما نقولش كديك اللحظه، ولكن البنات الا تبعتيه فعلا كيتصلح لهذيك ملي كيكون فيك ديك الجلد ديال الاوزه. كيتصلح البنات حتى الا كنتي كديري لاسيغ، مثلا كتحيدي لاسيغ ولا يعني كتحيدي بلاسيغ ولا بالحلاوه، يعني كيبقى لك ديك البشره ديالك مثلا متهيجه، كتشدي كدهني يعني هو كيحيد لك هذيك التهيج. هادو هما فاش كيصلح. ولكن اهم حاجه انا جيت نقول لكم هي انه والله البنات الى احسن مرطب يمكن لك تستعمليه الوجه ديالك الا كانت البشره ديالك جافه، خصوصا في هذه الوقيته هذه اللي حنا فيها كل شيء البشره ديالك كتبقى جافه. استعمليه ومن اول استعمال غيبان لك الفرق في الوجه ديالك. هو الا كانت البشره ديالك جافه، ما كنقولش بالنسبه للبنات اللي البشره ديالو دهنيه تستعملوه يوميا، انا كنقول لكم انكم كتستعملوه 2 مرات حتى 3 مرات في السيمانه. غسلي الوجه ديالك بالغسول اليومي ديالك ولا صابونه ديال الحجره كيكفي فقط، واستعمليه وخلي البشره ديالك غادي تشابو، وداك الساعه ردي عليا كيفاش غتولي البشره ديالك. المهم بنات هادشي اللي بغيت نقول لكم. ان شاء الله البنات نرجع نحط لكم ان شاء الله فيديوهات تبقاو تستافدوا منهم كيف ما هكا. خليو التعاليق ديالكم، اي حاجه بغيتو نجاوبها زعما نهضر لكم عليها. وبالنسبه كيف ما قلت لكم هاد بيبونتين هادشي اللي كيصلح يعني احسن مرطب. بالنسبه لبنات الثمن ديالو، الثمن البنات كتاخدي من الفارماسيان، الثمن ديالو 49 درهم، يعني 880 ريال. 49 درهم البنات هو الثمن ديالو من الفارماسيان. ولكن راه كيدي لك لحقاش غتستعملي غير شويه، راه كتستعملي غير شويه وكيعطيك يعني كيدهن لك الوجه ديالك مزيان. المهم بنات انا غنسالي لا فيديو، كنتمنى الفيديو يعجبكم وشكرا لكم بزاف على التعاليق. واخا مابقيتش كنحط ولكن كنلقى التعاليق باقيين كيتحطوا في الفيديوهات. شكرا لكم على خطيكم، ونلتقاو ان شاء الله في فيديو جاي.